7 رجال اللي جابوا الدين الاسلامي للمغرب. يشد روحكم مليح. شكون هما واشنو هي القصه ديالهم؟ اجي نعاود لك. تفضل احكي. 7 رجال هما سيدي واسمن رئيس مجموعة 7 رجال، سيدي بوبكر أشماس، سيدي صالح بن سيدي بوبكر أشماس، سيدي عبد الله، سيدي عيسى بوخابية، سيدي سعيد بن يبقى السابق، سيدي يعلى بن واطن. ويو يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيكوا يعني. ملي وصلوا عند الرسول عليه الصلاة والسلام للدار دقوا عليه الباب وهي تحل لهم لاله فاطمة الزهراء رضي الله عنها وارضاها، وهم يدويو معاها بالشلحة. لاله فاطمة الزهراء ما فهماتهمش، هو يقول لها الرسول عليه الصلاة والسلام من بالباب يا فاطمة، وهي تقول له لاله فاطمة الزهراء رضي الله عنها قوم رجراجة، هو يقول لها الرسول عليه الصلاة والسلام سميتهم يا فاطمة، ومن تماك سماو برقراقة. يا خرا شنو هذا؟ ويقال أن من بين المعجزات ديال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه دوا معهم بالشلحة. لا هيك كتير. استغفر الله. 7 رجال رقراقة بغاو يبقاو مع الرسول عليه الصلاة والسلام باش يجاهدوا معاه وينصروه، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كتب لهم رسالة وأمرهم باش يرجعوا للقوم ديالهم وينشروا الدين الإسلامي تماك. الرسول عليه الصلاة والسلام عطى الرسالة لسيدي واسمين القائد ديال المجموعة، ويقال أن الرسالة ديال الرسول عليه الصلاة والسلام هي مازال مدفونة في القبر ديال سيدي واسمين في جبل الحديد في الشياضمة. وهكذا فضل هاد 7 رجال دخل الإسلام للمغرب. ما لنا نروح. لا أستطيع.